يعني انت يا اهلي عايز تعمل ناصح عليا؟ عايز تجيب اتنين حكام اجانب او طقم حكام اجانب لماتش بيراميدز وطقم حكام اجانب لماتش الزمالك، وتعمل ناصح عشان تكسب الدوري؟ لا. طب ما انا هدمرك في الماتشات التانية اللي انت مش هتجيب فيها حكام اجانب، وهجيب لك حكام على مزاجي وعلى هوايا. ضربة جزاء، الحكم وفى معرفش جاب منين الوفا، ملوش اي نصيب من اسمه او من اسم والده، الله يرحمه اذا كان عايش ولا ميت. ضربة جزاء فيها كل اخطاء ضربة الجزاء. اي واحد جاهل كورة، جاهل قانون كورة، مش لازم يكون بيتفرج على كورة ولا بيعرف كورة، وشاف ضربة الجزاء دي هيقول لك ضربة جزاء 2 3 مليون في المية. الراجل واقف مسافة ما بينه وما بين الكورة حوالي 7 6 متر يعني. الراجل واقف في منطقة الجزاء في ال18 لوحده، مفيش حواليه زحمة ولا في حواليه أي حاجة. واضح وضوح الشمس في أغسطس. كرة مش جاية متشاطة قوية يعني ولا أي حاجة، الكرة عادي معمولة بالعرض عادي بسرعة عادية خالص جدا، ما فيهاش أي قوة، مفيش حواليه زحمة. واقف لوحده في ال18 تقريبا 2 متر في ال18. الراجل فارد إيده عامد متعمد، مكبرة جسمه، الكرة جاية في إيده بشكل واضح جدا لأي حد يشوفها. والحكم يروح يراجع الفار مرة واثنين وثلاثة وأربعة. الراجل اللي على الفار عمل اللي عليه وقال لك تعالى شوف الكرة فيها شك. شك ما فيهاش شك، الكرة ضربة جزاء ما فيهاش اي ادنى شك ان هي ممكن تروح تراجعها اصلا، وتراجعها من كل الزوايا وترجع تقول سوري ما لقيتش ضربة جزاء. يعني ما تعملش ناصح يا اهلي بقى وتقول ماتش بيراميدز والزمالك هجيب لهم حكام اجانب، انت كده كده هتخسر فلوسك على الفاضي. احسن لك ان انت توفر الفلوس اللي انت هتدفعها في الماتشات دي وفي الحكام، لان انت كده كده خلاص الموضوع انتهى معاك. عارف ليه الحكم ما حسبش ضربة الجزاء دي؟ مش عشان هي مش ضربة جزاء او فيها شك او هو اصلا يعني جاهل بالقانون، لا ده هو عارف هو بيعمل ايه كويس. لان الجون دوت لو كان دخل كان هيبقى الاهلي خد ال3 نقط، كان هيبقى جون الفوز. عارف لو انت كنت خسران لسه مش متعادل كان ممكن يحسبها لك، لكن بما انك انت بقى كسبان وبانك انت متعادل فطبيعي خلاص مش هيحسبها لك. يحسبها لك ليه يا حبيبي؟ ده انت كده هتفوز وهتاخد ال3 نقط اللي هو جاي اصلا عشان يضيعهم منك. فينسى يا اهلي ان انت تكمل. ضربة الجزاء ديت والفضيحة التحكيمية اللي حصلت النهاردة كفيلة ان انت ما تكملش الدوري اصلا، مش بس تخسر البطولة.